بالتأكيد في هذه الليلة في هذا الكلاسيكو أمام ريال مدريد. النشيد الذي اعتدنا أن نسمع، النغمات التي تصل إلى اللاعبين تحركهم وتجعلهم في جاهزية تامة لهذه المباراة ولكل مباراة وفي كل ليلة في كامب نو. مسرح رهيب، أرضية غير عادية، وأجواء كبيرة ننتظرها وإياكم اليوم. البارسا المساء في هذه الليلة يلعب بتير شتيجن في حراسة المرمى، بيكي مع أمتيتي، جوردي ألبا، عليش فيدال على مستوى الدفاع، بوسكيتس، راكيتيتش، إنيستا، ديليفويو على اليسار طبعا سواريز يلعب كامب نو. وأيضا في مباراة الرد في برنابيو سواريز مع كورة، أول كورة من لويزينتو لكنها عندنا باص في أحضاننا، باص كورة خطيرة جدا، لاعب خاطئة كبيرة من زيباب، ولكن مع وجود خطأ لمصلحة راكيتيتش، خطأ لراكيتيتش، هدوء لا زال موجود بعض الشيء، وفي انتظار هلا لبناء هتباب إنيستا، لكن أمامها تدخل، خطأ موجود لمصلحة كوفازيتش، خطأ موسكوب، يمر سكوب، يعدي اسكو يلعبها لكنها في الشباك الجانبي، مرت وفي الأخير لا، لكن كوفازيتش أمام بنزيما تغطية، تدخل وعودة اليوم، تدخل من كازيميرو، تدخل من كازيميرو، شوية عنف في جانب كازيميرو، كازيميرو يندفع على ليونيل، وبعد ذلك الكرة لمصلحة برشلونة، الخطأ لبرشلونة، كل جماهير ما يعرف بالأماسان. الآن ليو يحاول اختراق الدفاع، ليو أمام أكثر من لاعب، تدخل وخطأ احتسابات حكم لمصلحة ميسي، خطأ لميسي، تدخل كان في اللقطة الماضية، أمر مهم جدا في داخل ليو أن يسجل في الكامب نو، يكون محاولة عرضية خطيرة بالراس، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، وبطاقة صفراء على ميكيلا، بس مارسيلو عدى بشكل جميل، الله على مارسيلو، تمريرة لكن أقرع الدفاع، خلص الدفاع، الخطأ لمارسيلو، الخطأ لمارسيلو. أسألكم مرة ثانية أم كانت ثالثة أم هي عاشرة؟ أما أن سؤالها إنيستا يلعبها بيني، الله اللمسة يا إلهي، الله على الكرة خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، اسكو يحاول يمر يلعب عرضية، كرة يا إلهي، الله على اللمسة، الله على اسكو، بس يعدى ثلاثة لاعبين أمامه الحكم الرابع، باعت الكرة في الأخير. الله أنا على هذه العقلية، على هذه الأفكار، على تلك الأقدام، التدخل، الخطأ يحتسب الحكم، الإنذار على بوسكيتس مع بيكي، يتدخل بيكي، يلعبها بالكعب، جميلة من بيكي، كان يلعب بالنار لكن نجح في بعض الكرة. راكيتيتش يلعبها في وسط الماضي، الله على الكعب، بوسكيتس لمسة جميلة لكنها عدت، وفي الأخير خطأ لبرشلونة. شوف اللي يقع على بوسكيتس اليوم، لمسة في منتهى الروعة من بوسكيتس، لاعب الارتكاز اللي القادرين على عمل فارق، هذا من بينهم. بالسلامة ان شاء الله. سيداتي وسادتي، الشوط الاول ينتهي بهذه الوضعية بتعادل في الكلاسيكو الذي كان في شوطه الاول كثير من الحذر من جانب الفريقين، لم يقدم الكثير من مستواهم بالتأكيد مع بداية موسم، ومع أول مباراة بالنسبة لبرشلونة، ثاني مباراة بالنسبة لريال مدريد في ملعب كامب نو، وفي انتظار أيضا بعد ذلك مباراة العودة في ملعب برنابيو بحول الله تعالى يوم الأربعاء القادم. وكما يتابع الجميع وكما يعلم الجميع أيضا عبر قناة اون سبورت التي تغطي أحداث هذه المباراة بطاقم عمل كبير جدا، يهيئون لكم الأجواء كما لو كنتم موجودين في أرضية ملعب كامب نو. وأيضا بحول الله تعالى فريق العمل متواصل من هيلينيو، خطيرة عند ميسي، مر ولكنها طالت وضاعت من ميسي إلى ضربة مرمى، خطيرة جدا عند ليو لكنها عدت، وفي الأخير إلى كيلور. اليوم ليس صراع بين مارسيلو، اسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي، هدف أول لريال مدريد. نعم ميرينجي جميل، عرضية مارسيلو، خطأ من جانب بيكي، يضع الكرة في كرة دولوفيو داخل منطقة الجزاء، يلعبها، مستحيلة هذه الكرة يا بارسا،
الله، طيرة لكريم بنزيما، مر وكرة لكارفاخال يبعد الدفاع. الله على الكرة. برشلونة في الهجوم، برشلونة وتمريرة فيها تدخل وخطأ يحتسب الحكم. نعم، خطأ لمصلحة البارسا، خطأ لبرشلونة لراكيتيتش. تدخل كان في اللعبة، تغيير سيتم. كريستيانو رونالدو وسم، كريستيانو سيأخذ دورة في هذه المباراة في برنابيو. الكل يحييه ويحبه ويصفق له دائما بالتأكيد. كريستيانو في الكامب نو ليس من اللاعبين المحبوبين. كريستيانو رونالدو اللي أكثر. برشلونة تلعب عرضية، محاولة ولكن راسية خطيرة يبعد نافاس، خطيرة لمصلحة برشلونة. هذا سواريز، لسه أقول أنه ليس في أفضل حالاته سواريز. الرجل رونالدو على حدود منطقة الجزاء، كريستيانو يحاول مع كرة، بيكي يتدخل يبعدها إلى ركنية إلا رونالدو. رونالدو وتركه في مثل هذه الأمر. دي ألبا خطيرة إلى سواريز، لويسيتو داخل منطقة الجزاء بكرة، إلى ضربة مرمى. مباراة كبيرة جدا لكوفازيتش، مباراة كبيرة جدا لكوفازيتش. تغيير قادم في تشكيلة برشلونة. سيرتي سيأخذ دورة، اسينسيو في مدريد سيأخذ دورة. اللاعبين عندهم إمكانيات كبيرة جدا. جارث بيل سيترك مكانه في هذه الأثناء لاسينسيو على ما يبدو. بالوينسي 1 على 1، جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكرة بعيدة من كريستيانو. أرادها هدف للتاريخ، أراد هدف يبقى في ذاكرة الكلاسيكو، لكنها جرت خطيرة للبارسا. مرة سواريز يلعب كرة، يا إلهي يا إلهي، لا تسألوني كيف. ليوب قوية من ليوب، وسواريز ركلة جزاء. ماذا؟ نعم ركلة جزاء لبرشلونة بعد ضغط رهيب للبارسا، بعد هجوم رهيب للبارسا. يحصل سواريز على ركلة جزاء، يعود البارسا لأجواء المباراة الآن، عند الفرصة ليتعادل من علامة الجزاء. ونافاس ونافاس يعود ميسي وتعود برشلونة مرتدة بجانب ميسي، يحاول بينية وكرة فيها تسلل على سواريز، فيها تسلل على سواريز في اللقطة الماضية. يا لها من كرة خطيرة لريال مدريد. 1 على 1، رونالدو مر يلعب كرة، كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير. يا له من هدف يا رونالدو، يا لها من ضربة يا رونالدو. تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة بجانب اسينسيو، مر اسينسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه. وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم حكم المباراة اعتبر انه تحايل، تمثيل من كريستيانو، يستحق تمام اليوم. يستعيدها اسينسيو يكسب الكرة، يكسب خطأ اسينسيو. من هذا اسينسيو؟ من كان يعرف هذا اسينسيو؟ خطيرة لريال مدريد، اسينسيو يلعب كرة، يا إلهي اسينسيو، يا لعيب يا حريف. لقطة رائعة، ضربة رائعة، تسديدة جميلة يا اسينسيو. شوف المرتدة، شوف البدلاء ماذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذه الليله مع اسينسيو وكرة لمودريتش. يا الهي اي بدايه يا مدريد. الكرة لكارفاخال على 4. هذا اسينسيو يلعب كرة يا خرافي. اسينسيو يا خرافي. الله على الكرة، الله على اسينسيو. واحدة باليسرى. الله على اللقطة، التسديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي. كم هذا اسينسيو، 21 سنة يلعب. ريال مدريد يلعب الكرة وبعد ذلك يكسب الخطأ لمصلحة لوكاس فاسكيز. الخطأ لمصلحة لوكاس فاسكيز. البداية القوية جدا في هذه المباراة من جانب أومتيتي. كان في صراع مع راموس، مع سيرخيو راموس. الحكم ماسشيرانو طويلة باتجاه سواريز. يلعب كرة لكنها بعيدة وفي الأخير إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة، حلوة اللمسة من جانب ماسشيرانو. وبعد ذلك ومدريد يهاجم ومرتدة وتمريرة وتدخل وخطأ وإنذار. واسينسيو يكسب الكرة أو رمية جانبية لبرشلونة. آسف يا لبرشلونة رمية جانبية. اسينسيو مارسيلو داخل منطقة الجزاء. يا إلهي يا مدريد، يا مدريد. كرة في منتهى الخطورة لمنطقة الذهاب، وبالتأكيد مع فريق ليس في أفضل حالاته بالنسبة لبرشلونة. تكلم عن المباراة الرسمية الثانية هذا الموسم. فالفيردي في أول زيارة وانظروا ما يحدث اليوم. الكرة تصل لمصلحة راكيتيتش. تدخل وخطأ يحتسب الحكم لراكيب. خطأ لراكيتيتش لمصلحة برش. خطيرة ريال مدريد. فاسكيز يلعبها، تمر إلى ركنية للميرينجي. خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد. بقدر لوكاس يحاول، لوكاس بعرضية خطيرة بالراس لكنها تبعد. يا إلهي الله على الكرة الخطيرة للميرينجي. الوضع مختلف. هذه كرة بينية خطيرة للوكاس. لوكاس يلعبها في القائم، لا زالت خطيرة. لوكاس مرة أخرى يتعثر، يتأخر، يعيدها. تمرير عدى لوكا مودريتش إلى مشروع هدف ثاني لريال مدريد. عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة ميرينجي جميل. يا إلهي روعة روعة روعة. هدف مدريدي يدرس، هدف مدريدي جميل. يا لها من كورة، يا لها من لمسات، يا له من نغم، يا له من طرب في المدرجات، يا له من عرض كبير، يا له من بريد. عند كريم بنزيما محاولة، كريم اختراق الدفاع، لعب كورة عدت خطيرة من كريم لكنها في الأخير إلى ضربة مرمى لتير شتيجن. بنزيما ارتفعت معنوياته بعد الهدف. بنزيما بصاحب الرقم 23 كوفازيتش. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي في الشوط الأول من هذه المباراة الكبيرة لريال مدريد، المباراة المتواضعة لبرشلونة على مستوى الشوط الأول. لم ينتهي كل شيء ولكن شوط واحد انتهى بهذه الوضعية. هدفين ريال مدريد لا شيء برشلونة. الكرة تصل عند ليو محاولة داخل منطقة الجزاء والكرة يا إلهي عادت من عارضة برنابيو. كرة ليو لكريم بنزيما داخل منطقة الجزاء. كرة خطيرة جدا من جانب كريم بنزيما، تحولت إلى ركنية. خطر يأتي من كل يستعيدها ليو محاصر، ضغط من جانب راموس. خطأ على سيرخيو راموس، خطأ على سيرخيو راموس. تدخل في اللقطة الماضية
تغيير يتم. كوفاسيل سيترك مكانه. خطير عند جوردي، غالبا يلعب الكرة العرضية لسيرجيو، عدت أمام روبرتو، أمام سيرجي روبرتو. خطيرة جدا للبارسا، خطيرة حتى في ظل يوم. روبرتو لمسة سيبيدو على الجهة اليمنى، تدخل وخطأ على راموس، خطأ على أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ الكلاسيكو. راموس تحسين الصورة في هذه المباراة، عرضية مرت بالراس لكنها عدت، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، ضاعت وضربة مرمى للريال. الكرة الخطيرة مرة أخرى، الكرة تعود لكاسيميرو. توني وخطأ يحتسب حكم المباراة على سيرجيو، دخل في توقيت رائع أمام سيرجي، بس يلعب كرة ولويزيتو بالراس. يا إلهي أي سوء حظ هذا، حتى انتهى الحظ ضدنا اليوم، غير معقول يا بارسا، لسان حالهم اليوم بالتأكيد. من البارسا عودة مرة أخرى، هذه كرة بعيدة 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 وإلى ضربة مرمى، بعيدة وضربة مرمى يا ليوب، بعيدة وضربة مرمى من ليوب. خطيرة اللقطة الماضية لكن كرة ولا لميسي، بينية خطيرة ولكن فيها تسلل على سواريز، تسلل على سواريز، وبعد ذلك الكرة لمصلحة ريال مدريد. سواريز اللي حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل في مباراة يونايتد، خطيرة لمصلحة البارسا داخل منطقة الجزاء، وكرة لكن أيضا تدخل وإبعادها إلى ركنية من جانب قيصر الميرينجي. سيرخيو المهاجم لوكادين، يا له من يوم صعب يا فاليفيردي، يا لها من فترة صعبة يا ميسي، يا له من يوم سيء يا برشلونة، يا له من يوم للنسيان، يا لها من حسرة، من خيبة أمل. لماذا أصبحنا هكذا؟ هل كان نيمار هو السبب؟ هل أن الأموال هي السبب؟ هل أننا في حاجة بعيدة جدا، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. الكرة اللي ضاعت من جانب برشلونة، تدخل كان من جانب تيو. أحداث هذا الكلاسيكو أولا من الكامب نو، واليوم في برنابيو. الزملاء الموجودين معنا هنا في إسبانيا، كل الزملاء أيضا موجودين، فريق العمل موجود في القاهرة من أجل هذه الكرة البينية وتغطية وبناء مرتدة ولمسة، وبعد ذلك صافرة من جانب حكم المباراة، وإنذار على سواريز، إنذار على سواريز. كرة القدم هكذا، يوم لك ويوم عليك، مش كل يوم معك. يلعب الكوب، انتهى كل شيء. سيداتي وسادتي، ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني، يجدد الانتصار على برشلونة بعد 3 أهداف مقابل هدف في الكامب نو. اليوم هدفين دون رد في سانتياغو برنابيو لينهي كل شيء. كلاسيكو أبيض ملكي مثير، بعرض كبير وبمستوى عالي وبالعديد من اللاعبين الشبان وفي كثير من الغيابات. زبين سيف مع بقية الزملاء في الاستوديو التحليلي لمزيد من الحديث حول سهرة الكلاسيكو البيضاء الكبيرة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. فاصل وعودة لزبين سيف.